وبهدف التكفل الأمثل بشباب ورياضيي ولاية إن صالح، تم وضع حيز الخدمة ملعب بلدي بمنطقة فرقارة زوال النائية بعد طول انتظار، كما تدعمت مختلف الأندية الرياضية بأغلفة مالية في إطار البرنامج الاجتماعي الاستثماري لسوناطراك. أحمد بن مسعود والتفاصيل. في إطار تجسيد المشاريع التنموية وضع حيز الخدمة الملعب البلدي ببلدية فقرة زواه لفائدة الفئة الشبانية والنوادي الرياضية. الشباب بدورهم عبروا عن سعادتهم بهذا المكسب الذي طال انتظاره. إن شاء الله راح نشوفوا مواهب جديدة في هذا الملعب إن شاء الله، بعد ما كان في تشيف وكنا نلعبوا كما نقولوا في بونكاركار والآن تحقق الحلم. وهذا ثاني الملعب رايح ينقص علينا شويه من المتاعب اللي كنا نتلقاها من قبل، كما السفر كل ويكاند تسافر، وان شاء الله يكون منبع المواهب الشابه وان شاء الله يروحوا بعيد، وكما انديه تيدكلت ان شاء الله تحقق حلم تاعها الصعود للدوريات الكبرى. النوادي الرياضية بعين صالح تعاني من ضائقة مالية خصوصا في دفع حقوق المشاركة في الأقسام المختلفة، وإسهاما منها بادرت الشركة الوطنية سوناطراك بتوقيع اتفاقيات تعاون مع 42 ناديا. بعدما زرنا 6 ولايات وأطلقنا مشاريع عديدة في الإطار الاستثماري والتنموي، الإعانة المالية التي قدمناها للجمعيات الرياضية بعد إلحاح السيد مدير الشباب والرياضة لولاية عين صالح وهو مشكور على ذلك، وخصصنا قيمة مالية معتبرة. نشكر سوناطراك على هذه المبادرة، وإن شاء الله تشوفوا رياضيين في المستوى الوطني. إذن جهود الدولة متواصلة لإنعاش الحركة الرياضية بالولاية من خلال الهياكل الرياضية التي استفادت منها الولاية مؤخرا.